مرات كتيرة بنبتسم، ضحكة وسرور، لحظات شرود، ومرات حلمنا بينهزم. يمكن مصير، يمكن قيود، ويمكن قدر. بيبقى الأمل معنا الحياة، ولسه العشم فينا موجود. اهلا بكل المتابعين. اليوم معانا أسرة مسلسل عشم، حبينا نعمل معاهم مادة بسيطة ونتعرف عليهم واحد واحد. نشوف معانا الأستاذ الجميل العم الأستاذ محمود سليمان. حابين أول شيء نتعرف عليك ونعرف كل المتابعين عليك عن الدور اللي أنت حتقوم به. والله أنا إن شاء الله دوري البطل إبراهيم ناجي اللي هو شخصيته في المسلسل اسمه عمار. والحلقة الأولى بتدور طبعا عن الشخصيات عمار وسلمى والشلة. جميل جدا. خلينا احنا مع بعض نشوف باقي الممثلين والمنتقل طوالي. معنا شخصية يمكن تكون ما ظاهرة من المسلسل، لكن من خلال الميوزك والأغنية الجميلة الدنيا دايرة مدورة. هي الأستاذة الجميلة اللي هي كاتبة الأغنية وكاتبة جزء من السيناريو. خلينا نتعرف عليك أكثر. أنا منال طه، كتبت أغنية المسلسل، أغنية عشم، أديتها الحق المسلسل. جميل جدا. احنا بنتمنى لك التوفيق. من انه عشم يكون على مستوى العالم مع الدراما السودانية. ان شاء الله نشوف حياة جميلة. تسلم كثير، يديك العافية. ابطال مسلسل عشم جميل والله. ابراهيم ناجي، بدنا نتعرف عليك اول حاجة. ابراهيم ناجي. ابراهيم ناجي محمد مختار، مواليد ما مواليد المهم ربنا يدي العافية، مقيم في جدة من السودان. جعلي مع انه كلنا سودانيين مع بعض يعني. نحن اكيد مبسوطين بك، والشعب السوداني كله حيكون مبسوط بالاعمال اللي انت بتقدمها خلال الدراما. وبرضه زي ما قلت في الممثلين الباقيين انه نتمنى انه عشان يكون على مستوى عالمي في الدراما السودانية. امين امين يا رب، امين يا رب. احنا بالناس وما بنمشي من غير الناس وما بنكون من غير الناس. دعم الناس هو الاساس. طول ما هم الناس معانا وانتم معانا ان شاء الله بنكمل المشي دي باذن الله. في لقاء جميل واكيد بنحس به. معنا الاستاذه الجميله والبطله، الاستاذه الجميله ام البطل. نتعرف عليكم على الادوار اللي انتم تمثلوها من خلال مسلسل عشم. طيب، على أول كريم عباس، اسم عباس، الدور عباس، الدور عباس. ايوه. إن شاء الله مستمرين، إن شاء الله مسلسل حيرى نور ضريق إن شاء الله. باذن الله كمان توفيق جديد على المستوى الجميل. ايوه. نتمنى يكون لنا عمل جميل على مستوى العالم في الدراما السودانية. نتمنى لكم التوفيق أكيد. حابين توعدوا الجمهور بحاجة معينة؟ استنونا بإذن الله. أتمنى لك التوفيق. الله يخليك. أيضا من الأدوار الجميلة اللي حتظهر في مسلسل عشم حديثا بدور الشمشارة. طيب نتعرف عليك. توحيدة دورك حيكون عبارة شمشارة أو شمشرة شديدة. يوميا قبل من شمشرة. حيكون دور حماسي بالنسبة للمشاهدين، إنه حيتحمسوا يشوفوا بيتين توحيدة حيجي وحينزل شمشرة. توحيدة بإذن الله التوفيق إن شاء الله، ونشوفك دراما عالمية. إن شاء الله، إن شاء الله. يديك العافية. الله يخليك. شكرا لك على العافية. يديك العافية. ايضا معنا الجميل دائما المعروف بمازن جدة، ومازن عبد الله اسمه الحقيقي. دوره في المسلسل حيكون حماسي جدا زي ما قلنا في الممثل اللي قبليه. حنسألك عن الدور حقيقي. والله يا اخي دور طبعا دور كده عجيب جدا بتاع مشاكل. انا ما داير احرق الدور. طبعا اسمي خالد، ممكن تكون عارفين صوت النهارده العريس ابو نصر.
ظهرت في الحلقه الاولى في المشهد ظهرت في المشهد اللي هو العريس اللي هو العريس. لكن يعني ما بينت لاي ما في اي شخص حاجه إنه ظهرت، عباره عن شنو. ما في اي حاجه ظهرت وما ظهيره وحتشوفوه براكم. طيب نخوف الناس طيب خلينا نخاف خوف شديد. حتكون حاجه عجيبه باذن الله. الله يديك العافيه وكنت دراما على مستوى عالي. الله يبارك فيك يا اخي تسلم الله يبارك فيك. احنا خلصنا من اللقاء الجميل مع أسرة مسلسل عشم، وللأسف ما قدرت أتواصل مع البطلة اللي هي باسم سلمى واسمها عبير الشيخ وأيضا لينا، لكن بإذن الله حيكون عندهم كاست قريب، حنحاول مع بعض إنه نظهرهم على السوشيال ميديا وعلى صفحتي أنا الشخصية في الفيسبوك، ونتمنى إنه المادة دي تكون مادة دسمة للمتابعين كلهم عبر السوشيال ميديا عبر الفيسبوك، ويكونوا يتعرفوا أكثر على الشخصيات الحقيقية بالنسبة للممثلين وأسرة عشم عامة. أتمنى ألتقيكم في أوقات أجمل، وأتمنى أنها تكون مادة دسمة لكل المتابعين، وشكرا لكم كثير. كنت معكم أنا أكرم يعقوب ودمتم في أمان الله.